وانتي بالسلامة هي اللي غادي تقدي ليه وتقدي ديريه كامل بوب أمك. قلت لي انت ما عارفش نسرين علاش قادة هاد المرة مي غادي تجرب معايا، ما غاديش تبغي حتى شي وحدة من غيري تشدو، لأن الشدة ديالي ماشي بحال الشدة ديال أي وحدة جربتيها قبل ولا هادي تجربها من بعد. بالعكس، انت اللي هاد بتقلب عليا او تبدا تعيط ليا باش نجي لعندك، ولكن انا ديك الساعه اللي هنقول لك ما بغيتش ما مسالياش. قال لي بارك كثرت الهضره ووريني التطبيق باش ديك الساعه مقتنع واش قد على شي حاجه ولا فيك غير الهضره. قلت لي هي الاولى، غانت عادي تشوف. انا نسين ما كانش عندي السهر انني نبقى في دار والديا مده كبيره بحال البنات كاملين. انا بابا مات مني كان عندي 15 عام، ماما دوزت قل من سنه وهي تزوج، جابت راجل واحد اخر سكن معنا في الدار بلاصة بابا. انا الصراحه ما عجبنيش الحال، ولكن ما عندي ما ندير، تنمشي لدراستي وكنرجع صافي راضيه باللي قسم ليا الله. مني بديت كنكبر هكاك ودرت 18 عام، بدا الصداع بزاف عندنا في الدار. ديما انا كنتناقر مع راجل ماما وماما ما كيعجبهاش الحال، ما كتبغينيش نتناقر معاه بحال هكا، كتقول لي لا نسرا انا خاصك تعاملي معاه بحال بابا وتحتارميه. تنقول لها تيكون بعدا هو كيحتارمني، علاش؟ لانه هي ما سايقه الخبر الوالو علاش انا كنتناقر معاه. دابا هي ملي كتنعس تمشي في النعاس كيجي عندي هو تا لبيتي، تيبقى جالس حدايا موت وكيبقى يملس لي على شعري على كتافي على صدري، وانا ما كيعجبنيش الحال. حتى لواحد الليله يدي زاد فرحات لجوايه اخرين ومن تما طلع لي الدم وما عجبنيش الحال. صافي عييت ما نصبر باش ما نقولهاش لماما باش ما تقلقش، ولكن هذا الشيء اللي كاين انا خابت على راسي. انا اصلا ما كنحملوش وممكن ما كان الحال نحملو ولا ما نحملوش، هذاك تيبقى راجل ماما. يعني واخا يكون هاجمني ما يمكن ندير معاه حتى شي حاجه ابدا. واخا انا كنطير وعايزه ديال الضحك والنشاط والتقشاو، ولكن ماشي تا ديك الدرجه. المهم ماما ملي شافتني كنوض لا صدعنا علاش لها، جرت عليا للزنقه جرت عليا للزنقه بلا رحمه بلا شفقه. ما قالش بنتي هادي فين هادي تمشي وما عندها حتى شي واحد من غيري. مشيت كنشلوق عند هاد البنت عند هاد البنت، حتى وحده فيهم قالت لي الا بغيتي تخدمي على راسك اجي تخدمي معايا. قلت لها فين؟ قالت لي واحد البار ما غندير والو. قالت لي غير غادي نشطحو تما ونشطو لهم الحفله. ايوا قلت انا سنعي شنو هادي ديري، ما عندك لا ريال لا جوج لا بتصرفي لا والو، المشكله ما خلاتنيش كملت قرايتي على قال كلشي ديبلوم في يدي. المهم مشيت مع البنت بديت الخدمه تما، او معاني فيا الضحك والنشاط وزويبل وعندي فورما قنبوله. شنقول لكم كلشي ولا كيعتاد عليا وتشعرت بواحد السرعه فائقه، يعني لدرجه بلي كلشي كيعيط يقلب فيني نسرين نجيبو لنا بغينا نسرين بنا نسرين وهادشي كامل وهادشي كله اللي دوزت الحمد لله بكاس محافظة على راسي وباقا بنت. يعني ما درتش شي حاجه اللي هي اللي تغضب الله، غير الضحك والتقشاو والخساره صافي ما تنبغي ندير حتى شي حاجه. حتى لواحد النهار طاحوا بي على واحد السيد تما كيجي. المهم بقوت ما طولت معاه خرجت معاه ومشيت وجيت، لا عطا الله عطاه، ما بقاتش بنت معاه. ومن تما الفرص ديال الخدمه ولاو كتار وكتار، لانه صافي داكشي اللي كان مانع انه نمشي مع هذا ولا هذا شي بلاصه اخرى ما بقاش. وفعلا وليت كنمشي مع هذا مره وبفلوس فلوس صحاح، يعني كليان اللي هو مزيان ماشي ديال حاجه ديال 300 400 درهم، لا فلوس صحاح بصراحه. ولا كيعجبني الحال ديك الحياه، وليت كنجمع الفلوس وكنشري اللي بغيت كناكل اللي بغيت. كريت واحد الشقه صغيره على كدي
وكتشبه البنات كاريه، اني تحسنات الوضعيه ديالي. غادي تقولوا لي لا وفلوس حرام، وهذيك الساعه ما كنتش كنفكر حتى حاجه. انا ماشي حرام ملي جرات عليا امي من الدار وكتقول راه ما عندي فين نمشي، هي بقات عايشه حياتها مع هذيك بوكرش اللي عندها. المهم حتى واحد النهار جا تما للبار واحد السيد لاباس عليه وكلشي كيدير له تما الف حساب، يتعامل معاه بواحد الطريقه بحال المال قليل، خاصو ما يطلعليش الدم وما يتقلقش. صافي قالوا له هاي هادي نسين تجلس معاك. واني جلست معاه ما حملتوش ما تصراتش ليا. انا عندي واحد المبدا في خدمتي، انا صار خدمه فيها المبادئ، عندي واحد المبدا في خدمتي انني الا ما استحيتش لك ليان وما دخلتش هكذا ما نمشيش معاه ما ندير معاه والو. هذا عاجبو راسو بزاف ومغرور، وانا هاد النوع ما كنبغيش، ما هزش ليا. بغيتني ملي هو عادي متواضع يضحك ويرشد معايا ويطلعش لفوق وخليني انا كنشوف فيه وانا كنعنز. لا صافي، هذيك ما عجبنيش الحال، مشيت دخلت في حالتي تما واحد الغرفه تما وقلت لهم هذا راه ما نمشيش معاه. هو ما عجبوهوش الحال ما رضاش، ناخد الدنجه ودون همون بحال ضروري نسري وكتجي تجلس معايا مره اخرى. وجا تيطلب فيا وكيرغب، قلت ليه صافي نمشي على قبلك وعلى وجهات غادي نمشي نجلس معاه مره اخرى. امي مشيت هاد المره جلست معاه، عرفتي لقيت واحد اخر كيدوي بشويه وكلام موزون ومتواضع، يعني ماشي بنادم من اللي شفتو البارح اللي كان هاز سخنه في راس السما وما قادو حد كيقول لي رانا اللي كاين في هاد الدنيا. قلت ليه شتو كتعامل معايا بشكل ماشي بحال التعامل اللي تعاملتي معايا البارح. قال لي انا الصراحه ما عرفت شنو قال لي، ما عمري جيت عند شي واحد كيما كان جوج مرات تالي كنتيا. ودابا شنو هاديك الله تمشي معايا ولا لا؟ راكي عجبتيني وعجبتيني بزاف، وعلى ما كيعاودوا عليك راه السمعه ديالك سابقه. قلت ليه يوم دويتي هكا زوين نمشي معك السيدي علاش ما نمشيش، ولكن عندي الشرط. قال لي شنو؟ قلت له داكشي اللي غيوقع بيناتنا كامل اني نمشيو، بغيت انني نكون متحكمه فيه وانت تكون بحال شي خدام عندي. تفاجأ قال لي حتى هادشي ولاو كيتشرطوا فيه. قلت ليه عجبك الشرط؟ تبارك الله، ما عجبكش راني جالسه شوف شي وحده اخرى. قال لي صافي لالا راني موافق. وفعلا حسيت براسي ديك الساعه راه بحال راني حققت واحد الانتصار كبير، راني كسرت الغرور ديالو. وفعلا مني مشينا وجلسنا شويه هكا وضحكنا كلينا. مني ناوبتينا راكم عارفين بدار التسخينات. الصراحه تفاجأت،